الأكلة دي بقى كل ستات البيوت بتعشقها ما شاء الله. بنحب بقى ناكلها كده بقى على رواقة بالعيش، تاكليها مع الرز الصيادية الجميل بالسلطة، حبة خضار كده جرجير مع خس، اللهم بارك. بصراحة أكلة كلنا بنعشقها وبتدفينا جدا، خاصة لما تكون سخنة. إيه هي الأكلة؟ أول حاجة عندي كيلو من البسارية، ده نوع سمك ما شاء الله ولذيذ جدا. أنا عندي السمك بجيبه بغسله، بحط عليه معلقتين كبار من الملح واسيبه عندي في الملح لمدة 3 دقايق بس. بعد كده بقى بتشطفيه مرة واتنين وتلاتة وتروحي مصفياه تماما من المية بتاعته. بحطه عندي في الصينية، بنزل عندي بعصير ليمونة كاملة، بحط بقى عندي هنا معلقة توم كبيرة ما شاء الله، وكمان معلقة هريسة كبيرة برضو. شايفين الهريسة هتطعم لي السمك وهتخليه جميل جدا. هنا بقى المكون الخطير، بجيب المستردة معايا بفتحها معايا واروح جايبة معايا معلقة كبيرة من المستردة، بنزل بيها على السمك، بتخلي السمك طعمه خطير جدا ما شاء الله. مش تستقلوا يا جماعة بالبسارية، البسارية دي يعني اللي بياكلوها عارفين قيمتها بجد ما شاء الله. هنا بقى بروح حاطه رشه من الفلفل الاسمر، وكمان معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الملح، وكمان معلقه كبيره من الخل، واركنها عندي على الرخامه لمده 10 دقايق. واظبط بقى ايه عندي الدقيق. هنا بجيب كوبايتين دقيق، عليهم معلقه من النشا وذره من الملح، وكمان معلقه صغيره من الكمون ما شاء الله. بنزل بقى بالسمك كده مع الدقيق. شايفين حضراتكم انا مش بضغط بايدي جامد، بالراحه كده خالص، وتنفضي كده الدقيق من السمك، اللهم بارك، علشان تبقى كل واحده متماسكه مش تبقى لازقه في التانيه ما شاء الله. بيطلع بقى معاكي القرمشه خطيره جدا وطعمه لذيذ ما شاء الله. هنا بقى بحطه عندي في زيت سخن على البوتاجاز ما شاء الله. بتخلصي بقى الكمية كلها، كل ما بتطلعي كمية تحطيها عندك على المصفى. هنا بقى قدمنا سفرتنا الجميلة ديت ما شاء الله، واديت كمان السمك رشيت عليه شوية ملح كده مع كزبرة ناعمة علشان تعلي التست معايا جدا. شايفين القرمشة، شايفين الحلاوة. أحلى غدوة ليكي يا ست الكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.